في السجن سيسا. هذه منيرة جمال الدين المحضي أستاذة كانت معناها غولا، هي ورجلها علي المحضي، طبعا الزوز ضربته الزوز رجلها هي وعلي المحضي، فهمتني؟ وضربوها وقتلوها كذا، خرجوها رجعوها بإذن الله نسمع، فهمتني؟ 3 أيام ده معنا غالي، مش هي بركة أسانا قيمتها كبيرة معنا. هدوها حتى بالاغتصاب. إيه هدوها وهدوها، ثم زاد طفلة اسمها طفلة طلعت معنا اسمها نورة بالخيرية جميلة، طفلة هذيك يلعبوا لها حتى معناها بالسنة كذا وهدوها، فهمتي؟ ورغم هذا فهمتي الناس كانت في مستوى عالي راقي، رغم هذوما اللي نحكي لك عليه تو منيرة فكروا كذاك وعلي، فما امور حتى سياسيه ضد بعضنا من اللي معتبر عندهم اصلاحيه كانوا كذاك وهم ثوريين، ولكن 26 جانفي والنداءات الشغيله وحدت بيناتنا، ما عاد فما ولا هم يقولوا فما قائد، والقائد هذاك هو رحيل بن عاشور. واحد كي تفكر يتعرف برشا باللي صار به، ما خلاوش يضربوني على عيني، هذه عيني هذه عمية، هذه أنا ما بعين برك ولا عين برك، هذه زد عملت عليها عملية وما رحمونيش بعد ما ضربوني. واحد ضربني اسمه بن حليمة، قلت بن حليمة مكنين، عايش فكرت كان عنده خاتم قد دكة تو هو في مكنين، حتى واحد ما يكلمه يمشي لتو يمشي وحده، وظل قال لي انت تعقر بوليكيبه وحل الشباك ويغرز لي بوني هنا على عيني اليسار، قعدت تكحل عيني اليسار يجي 26 يوم. وقت مشيت السجن بعد ما مشيت السجن خرجوا لي الطبيبه قالت لي وينك؟ تروطار، قالت لي تروطار، مشات على طبعا يعني ديكور جنرال دو لاليتي كما قلت. منيره حبوا يغتصبوها، محسن الشاوش قلعوا له ظوافره. هذا شيء ما هوش شيء معناها ملفق ولا مبالغ فيه، بل هو شوهد بالعين المجردة، وانا شخصيا شفت من شدة التعذيب الأخ سعيد قاقي في مقر في الغرفة عدد 2 بمصلحة أمن الدولة، صباطه يحطوا بحذاه ما يلبسوش، ما ينجمش يدخل سقيه في الصباط، قطرة شدة معناها ضرب واللي شاف سقيه النفخة. عانى حتى اللي مات. حسين الكوكي 15 يوم بعد ايقافه مشى للبحث في برويته، واذنوا معناها باش يدخل يمشي للسبيطار لانه باكم ما ينجمش يتكلم من شده الالام ومن شده التعذيب وكذا، ومات في الحاله هي في الحقيقه يضرني في فكري انا ما نطولواش، هي فلسه تقييد، فلسه نتاع سيستم نضال سياسي، وهذه عندها قيمة حياتي. كنا ماشيين في نضال حزب واحد واحنا ماشيين والديمقراطية هذيك برك في الخطابات، الديمقراطية مش في العمل، والحريات مكبوسة وحبوسات، وهذيك كان نفهموا وبالاخص نزدوا منها درس. هي حبلنا المستقبل البلاد حبلها تكون مبنيه على نظام، هي نظام افلاس. على نشوف النظام خير من هذاك، وكان النظام يكمل وكان هذاك يستمر معناتها ماشي الفلسفه اخرى. الوقائع بعد 16 هذا ممتاز جدا. اولا ساعه الحزب الواحد ما عادش، على كل حال شكليا ما عادش فما حزب واحد. والحاجه الثانيه الاتحاد ما عادش، استقل باستقاله خير الدين واستقاله حبيب عاشور. الاتحاد اصبح منظمه مستقله عن الاحزاب، والحزب الواحد لمحل النظام السياسي ما عادش يؤمن بهذا. ولكن بقيت حاجه مهمه من السياسه التعاقديه، بقي الحوار الاجتماعي، والايمان بأن الحوار الاجتماعي يمكن باش يقرب التوانسة بعضها على بعض. فأعتقد أنه الحديث عن أحداث 26 جانفي 1978 ضروري، خاصة بعد مرور عقود عليها، يعني تقريبا 3 عقود
مرت على هذه الأحداث، أعتقد أنه من الضروري أن تفتح ملفات هذه الأحداث التي مرت عليها حوالي 30 سنة أو أكثر من 30 سنة، لم يعد هناك داعي للتكتم على الوثائق التي تروي تفاصيل هذه الأحداث. فيما يخص 26 جانفي، هي في الحقيقة لها أثر إيجابي على الوطن ككل، إذ أن في ديسمبر 77 كان الوزير الأول هادي نويرة قد قال لما كانت جماعة الرأي تريد ترخيص لصحيفة الرأي، قال أنا جريدة الرأي في الحقيقة ما تنجمش باش تتكلم ما تتكلم جريدة الشعب، وبالتالي أعطوها الرخصة. ثم كذلك أن الأحزاب بدأت بعد 26 جانفي بدأت تظهر وكذا حركة الديمقراطيين والاشتراكيين، ثم تولت الرخص. انتخابات 81 زيفت، يعني انه هذيك تدل على مصداقيه الاتحاد، تدل على ان السلطه ما عادش ممثله زي فوق الانتخابات، يعني ان الشعب كان ماشي مع القوى الاجتماعيه مع حركيه جديده، ولهذا زيفوا الانتخابات. اذا الدليل القاطع على ان الامور كانت نازله وعلى ان ثم امكانيه تطور سلمي. كانت تونس مثل ما كان السباقه بالتحديث الاجتماعي بانجازات بورقيبه عام 56 كان ممكن بس تكون نموذج، وكان الحركه النقابيه كانت بس تلعب دور مؤسس لحالها، ولهذا ضربت بقوه. السياسيين هم السبب، مش يستغلوا 16 يوم، مش واجب، وخاصة عام 81 عندهم وقع تسيير انتخابات تشريعية واحنا شاركنا فيها، واحنا كنا السبب باش تنجح باتجاه والقوات الخضراء، ما استغلوهاش السياسيين، ما استغلوهاش الحزب الحاكم. انا نقولها وزيد ناكدها، عام 81 انتهى تماما. احداث 26 جانفي هي فوت فرصه للتحديث السياسي في تونس، لان القوى السياسيه هذه كانت ماشيه نحو تكتل جديد، الديمقراطيين الاشتراكيين، الوحده الشعبيه، تنظيمات اليسار، المركز او القطب الجامع هو الاتحاد العام التونسي والشغل. اذا الكتله التاريخيه اللي انهارت معناها بسبب الخيارات لهذه نويرة وسياساته كانت قاعده تشكل، قاعده تنظر، قاعده تخلق في الواقع. ولهذا 26 جانفي كانت ضربه سياسيه مدبره ومنظمه لمنع هذا الالتقاء، لمنع امكانيه حصول بديل، وربما يكون بديل ديمقراطي وسلمي وقانوني. منذ تلك الفتره لم يقع تحقيق محايد. الحكومه انجزت لجنه تحقيق، وبطبيعه الحال لجنه التحقيق وصلت الى النتائج التي تعكس وجهه نظر الحكومه. ولكن ما نحتاجه اليوم هو التحقيق في الأحداث، ليس لإلقاء المسؤولية الشخصية، لأنه كثير من الشخصيات التي ساهمت في هذه الأحداث هي شخصيات يعني اندثرت، لم تعد موجودة. أعتقد أنه ما يحتاجه التونسيون هو معرفة ما وقع ومن يتحمل المسؤولية في عدد القتلى الكبير الذي وقع في هذه الأحداث. وهنا يصبح التحقيق ليس سياسيا فقط، وإنما أيضا تحقيق من أجل سد ثغرة في ذاكرة التونسيين لم يعد هناك من داعي للإبقاء عليه، وهو تحقيق يمكن أن يشارك فيه مؤرخون، يمكن أن يشارك فيه سياسيون، يمكن أن يشارك فيه نقابيون، ولكن الهدف منه ليس تسجيل أهداف سياسية بقدر ما هو تقديم إجابات واضحة لذاكرة التونسيين المثقوبة في هذه النقطة بالذات. حينئذ وعلى هذا الأساس فاني متمسك وأطالب الاتحاد العام التونسي للشغل وجميع المنظمات كما قلت لك بفتح تحقيق وفتح ملف 26 جانفي من جديد، وفتح ملف 85 لأنه في 85 نفس الشيء، نفس التعليم ونفس الممارسات، بحيث معناها لابد من فتح هالزوز ملفات هذا وتعويض الأضرار المادية والمعنوية ومحاكمة معناها من تسبب في تلك الممارسات اللا شرعية ولا قانونية ولا أخلاقية. وسط المدافع نار 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 نار، ارتع غضبنا
وسط المدافع نار 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 يجروا فيها صحوة الشغالة ونشودة الأحرار يجروا فيها رحلة البحار